عندي. قالوا لي انه في ساعه الغداء حصل هزار بينه هزار زي اي لاعب بيهزر مع لاعب، فمسك سكينه بتاعت الاكل وعايز يضرب بيها باسم يوسف. باسم مرسي. باسم مرسي يا رب كان موت باسم يوسف. المهم فقالوا لي هو اعتذر، قلت لهم لا مفيش الكلام ده. اولا دي جريمه قانونيه قبل ما تكون جريمه اخلاقيه ورياضيه. اتنين، ده بعثه موجوده بره المفروض تبقى نموذج للمصريين في جنوب افريقيا، وفي فندق وفي ناس وفي سياح في هناك وفي اصحاب بلد. الاعتذار مرفوض، يتم ترحيله في خلال 6 ساعات. يعني يصحى الناس كده، تصحى من النوم تلاقي حازم جه مصر هنا، ويبقى قبل الماتش وايا كانت نتيجه الماتش، لان اي حد من الجمهور المحترم لو وافق على الكلام ده يبقى احنا بنهرج، يبقى خلاص ممكن اللعيبه تموت بعضها. 2، عرض حازم للبيع، خلاص قصه انتهت. ما عنديش لاعب يمسك سكينه لزميله ابدا لو هو احرف. لا انا خلي بالك ده كابتن النادي بعد شيكابالا طبعا ولاعب اساسي في منتخب مصر. انما قبل كل دون في اخلاقيات واحترام بين اللعيبه. ازاي احنا نرسم مبدا ان عشان اللعيبه كلها كانت